مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. والنهاردة هنعمل مربى مربى فراولة. جبت فراولة وطلعت قرعة كده زيي. بصي الفراولة اللي عندي مش بيضة مش حمراء، الفراولة اللي عندي طلعت قرعة. بس الصراحة يعني هو انا كنت جايبة سبت والولاد كلوا منه وشلت منه في التلاجة. اول ما جبته يعني شلت منه في التلاجة، وهقول لكم انا شلته ازاي. والدوت زي ما بيقولوا كده يعني النقضة بتاعت السبت دول 2 كيلو. هو سبت صغير كده، كنا اللي اكلناه وعصرنا اللي عصرناه، وعملت منه معاكم في القناة هنا عصير شنار رمضان بالزبادي. وشلت منه في التلاجة كده فراولة. بس هقول لكم انا خزنتها ازاي. ودول 2 كيلو نعملهم بقى علشان خاطر البسكوتات او السندوتشات او البسكوتات اللي هنعملها في الاعياد اللي جايه ان شاء الله. كل سنه وكلكم طيبين وبخير. ربنا يملى بيوتكم بيت خير وبركه وسلام. آه بس فضلا منك يلا شجعيني باللايك علشان نبتدي المربى على طول. دول 2 كيلو. انا جبت نص كيلو كيلو الفراولة بياخد نص كيلو رز سكر. مش عارفة، نص كيلو الفراولة بياخد نص كيلو سكر على طول. ممكن تقللي بس حاجات بسيطة، لكن هي مادة الحفظ بتاعتها السكر. وهقولك دلوقتي الفراولة دي هي او ده كيلو سكر، ودول 2 كيلو فراولة، يبقى 2 كيلو عليهم كيلو سكر هحطه كده. طب دلوقتي انا عاوزة اشيلها في التلاجة ومش عاوزة اعملها مربى او تاخدي حبة وحبة. يعني اللي هيحصل ده انا هكمل السكر عشان دول على قدهم بالظبط، انا وزناهم. دلوقتي هاخد كده اهوت الفراولة اللي هي مليانة سكر دي، هعبيها في كيس وهشيلهم زي ما هما في التلاجة، ما اجيش جنبهم. استعملهم بقى تاني مربى لو خلصت من عندي، استعملهم عصير، اعملهم زبادوها، يتعملوا اي حاجة، بس على طول هما كده فيهم سكر يتشالوا في الفريزر على طول. لكن انا كده دلوقتي انا هعملهم مربى، فانا هفرغ السكر كله عليهم كده. وهقولك هنضيف مكون ايه هيخلي المربى حمرا معانا خالص واحنا بنعملها. هي دلوقتي انا ضفت السكر وهبيتها للصبح في التلاجة علشان السكر يخليها تنزل ميتها وتبقى مربى في منتهى الجمال. انا دلوقتي هقلبها كلها كده مع السكر وهشيلها في الفريزر، والصبح اقول لكم هنعمل فيها ايه، عشان دلوقتي الدنيا بالليل اهو كده. انا كلها كده اهو اتغلفتها بالسكر، وبكره اقول لكم ايه المكون اللي احنا هنحطه هيخلي الفراوله ديت حمراء واحسن من بتاعه المحلات وكل البرطمانات اللي احنا بنجيبها من بره. دلوقتي الدنيا بالليل، فهقول لكم بقى تصبحوا على خير، وبكره نكمل الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل ايه في المربى الجميله بتاعتنا دي. اهو يا حبايبي دلوقتي بقى اقول لكم صباح الخير. انا بيت الفراوله في التلاجة، نزلت الميه بتاعتها، كل ديت ميه هي نزلت منها هي من السكر. وده السكر اللي كان قاعد في الطبق يعني كده تحت راقد. فانا طبعا كل اللي في الطبق نزلته، الميه والفراوله والسكر كمان، وحطيتها على نار عاليه. بصي لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تاخدي كميه الفراوله دي قبل ما تحطيها على النار كده. انا كده ولعت عليها، لسه مولعه عليها دلوقتي. ممكن تضربيها في الخلاط نص ضربه، يعني خليها خشنه تحسي بطعم المربى. ممكن تاخدي تضربي حبه وتحطيهم وتقطعي حبه رفيع رفيع، بحيث ان هما يفضلوا كده قاعدين في المربى حيين كده، زي المربى اللي بنجيبها من بره وفيها قطع. او تقدري تضربيهم كلهم لو انت عاوزه. وبرده تقدري تسيبيها كده مع الهري يعني بتاعها الغليان هتدبل وهتصغر. لكن انا هضربها بالهاند بلندر، بس هخليها خشنه شويه. انا بحب قطع الفراوله تبقى باينه في الفراوله، او في اي مربى تانية يعني، حتى لو في التين. كده اهوت انا حطيتها على النار، هستناها تغلي بس غلوه على نار عاليه. خلي بالكم يا جماعه المربى ما تتحطش على نار واطيه، بيخلي لونها يغير، يعني ما بيخليهاش حمرا زاهيه كده اهوت اللون الزاهي بتاعها، لا بيخليها تبقى لونها غامق كده. فالمربى لازم تتحط على نار عاليه. دلوقتي انا هخليها تغلي وهبتدي اشيل الريم من على الوش واحط لها عصير ليمونه، او نص معلقه، يعني ربع معلقه كمان مش نص، على طرف المعلقه، دول كميه صغيره. ملح ليمون، ملح الليمون ماده حافظه للمربات كلها يا جماعه. يعني لو بتعملي كميه وعايزه تشيليها حطي ملح ليمون.
حطي يعني من ربع معلقه نص معلقه كده صغيره بتاعت الشاي دي ملح ليمون، هتلاقيها ماده حفظ اقوى من الليمون نفسه كمان. لكن لو هتعملي كميه صغيره زي دي فحطي عصير ليمون عادي يعني هيحفظها برضو. خليها تغلي وارجع اوريكم هنعمل ايه فيها. بصوا حبايبي هي بدأت تغلي اهي، بس لسه ما طلعتش ريم. هتطلع ريم لسه، هنشيل الريم اللي هيطلع كله لان الريم مش هيطلعها صافيه زي المربى بتاعت بره. دلوقتي انا هحط عصير الليمون، ده عصير ليمونه واحده على قد ال2 كيلو. عايزه تكتري شويه يعني تحطي ليمونتين ماشي ينفع، بس مش اكتر من كده. وهسيبها برضو تكمل غليان مع بعضها. بصوا حبايبي المربى بتغلي، كل ما ريم يطلع. بصوا انا عماله اشيل الريم من الصبح، سلام مش عايزه اطول عليكم. اي ريم يطلع كده على الجوانب هنشيله. دي طريقه عمل اي مربى، اي مربى كده، مربى التين، مربى الفراوله، مربى المشمش كده، اي مربى تفضلي واقفه جنبها. حلم ما غليت كده لازم تفضلي واقفه جنبها عشان ما تفرش وتقلب على البوتاجاز. هي عامله زي اللبن تفور على طول. وافضل اطلع اي ريم يطلع كده من على الجوانب كده اهوت بيستخبى كده عشان المربى تطلع معايا لونها صافي ولونها احمر، ما تبقاش مجيره او لونها مغير يعني كده عن مربى بره. هفضل واقفه عليها كده اهوت لغايه لما اطلع كل الريم اللي فيها. اي ريم يطلع انا هفضل اطلع فيه كده لغايه لما احس ان هي استوت. وهوريكم نعرف ازاي ان هي استوت. اهو كده الفراوله حبايبي استوت. بصوا هي احمرت عشان انا شلت الريم اللي عليها كله. بصوا كميه الريم اللي طلعت. الرغوه دي هي لازم تتشال، لازم تتشال لانها بتطلع اللون مش حلو، هي اصلا بتبوظ المربى. بصوا لونها يا رب يكون باين. بصوا لو من غير ما نضيف عليها اي حاجه. المكون اللي كنت هضيفه عليها بقى هو ولادي بيحبوه بيها، هي كده مش محتاجه. احمرت عشان انا عليت عليها النار، عشان انا شلت منها الريم فضلت واقفه جنبها. انا المكون اللي هضيفه عليه دلوقتي هو الجيلي. انا جبت باكو جيلي من اللي هو دريم ده او اي نوع جيلي تقدروا تجيبيه يعني. وحطيته عليها كله. ولادي بيحبوها كده بالجيلي، هو هيديها تحميره اكتر كمان. بصوا هو لونها جميل جدا. بس بصوا انا عايزه اوريكم بس التجربه دي. بصوا النقطه بتنزل بس في الاخر هتلاقوها مش بتنزل. بصوا مش بتنزل قوي، لا هي هتنزل لو هتعمليها كده هتنزل اهي اهي في الطبق اهي. بس عايزه اوريها لك ان هي بصوا هتسيل حاجه بسيطه. دي اول واحده بصوا سيلت ازاي. دي تاني واحده برضو سيلت. بعد كده رحت نقطت نقطه وفتحتها كده من النص بايدي، ما لزقتش في بعضها. ديت اللي مش راضيه تمشي شويه اهي. ودي اخر واحده اهي. فهي كده استوت. انا بس عايزه اوريكم مراحل السوا بتاعها. انا عماله واقفه اجرب فيها من الصبح عشان اوريها لكم. دلوقتي خلاص وهي على النار كده انا هبتدي هضربها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايبي هي كده خلاص خلصت خلاص. بصوا انا خليت فيها حتت يعني كده مش كبيره قوي، بس خليت فيها برضو يعني لونها جميل. انا بحب اعبيها في اكياس بس لما تبرد واحطها في التلاجة. ممكن تحتفظي بيها في التلاجة من تحت في اكياس. انا بحس ان الكياس مش بتاخد معايا مكان كبير في التلاجة. براحتك، لو عايزه تعبيها في براطيم بعبيها. عقمي البراطيم، يا تحطي حله على النار وتغلي البراطيم وتحطيها بغطيانها وتحطيها بره كده على السفره في مكان مفتوح وهي البراطيم مفتوحه لغايه لما تنشف تماما. او تولعي الفرن وهي مغسوله ونضيفه وتحطيها في الفرن، هتبصي تلاقيها كده ربت زي العرق. وبعد كده العرق ده نشف يبقى هي كده اتعقمت. او تمشيها على النار، بس تخلي بالك يعني البرطمان كده تجيبيه على النار كده يمين وشمال لغايه لما بردك هيربي عرق وتلاقي العرق بتاعه نشف كده، يبقى هو اتعقم هو والغطا بتاعه. وتبتدي تعبيها وبألف هنا وشفا. انا مش عايزه اطول عليكم واستنى اعبيها لكم لان انا هشيلها في اكياس يعني مش هشيلها في براطيم. خلاص كده اهوت هي خدت غلوه بعد ما انا ضربتها وطفيت عليها. بصوا لونها جميل. بصوا اللون يا جماعه جميل احمر وجميل. يا رب تجربوها وتعجبكم. اعملوها بقى علشان البسكوتات اللي هنعملها ان شاء الله في الاعياد والسندوتشات وفطار سحور رمضان بتنفع برضو. بس متكتروش من السكريات في السحور لان السكريات بتعطش. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الايام بخير
ومتنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مننا، والى اللقاء في حلقه جايه ان شاء الله.